أنا يعني تحية لكم الإخوان. يعني الاحتجاجات ديالكم اليوم شنو الأسباب ديالها؟ يعني جينا اليوم سيدي الصادو تفاجأنا، قال لك ممنوع، ما عرفناش علاش منعنا هاد الناس. حنايا ما عندهم علاش يمنعونا هاد الناس، حنا جينا للصادو لأن هاد الناس كاملين وادي الصادو قال لك ممنوع. يعني واخا الانسان يعني ما مكليش بالصياغه ولا ما كيهتمش ولكن تجيب واحد الساعه يعني اللي مثلا يقدر انه يتفرغ من هذه الهوايه هذه، حتى يعني يجبر بان البلايص فين عيصادوا يعني دابا يشدوا هذا باليونش يعني اغلب الشباب يعني ناس صافي خصهم يمشي يرمي القصبه وهذا المواد ديال الصيد، لان هنا دابا اقل ما يمكن دابا غير فهاد الهبطات الصباح الشاب الاخر هنا فيهم الرئيس الاخر حتى شحال خاصه يقول لك واحد 200 درهم 15 فرنك، فهمتيني؟ يعني الناس هنا كتجي فهمتيني مصاريف يعني كتخلص رزقها فهمتيني باش تجي تمارس واحد الهوايه، لا كتفاجئ بان المنع ديالها نهائيا لا بالنهار لا بالليل، فهمتي؟ وهادشي هذا راه ما كانش قبل يعني غير مؤخرا راه ما كانش، فهمتي؟ كانت الناس هنا كتبات بالليل، هنايا كتبات بالليل بعيد يعني بداو تدريجيا داكشي ماشي كيوقفوا هذا يعني في واحد البلاصه عاود يزيدوا لك شويه، دابا حتى من هذه البلاصه هذه كامله يعني فهمتيني. دائما كنوقفوا في التصادمات هنا مع العناصر الامنيه بحجه انهم يعني عندهم اوامر انهم يمنعونا وداكشي دائما، حتى ملي كيكون الصيد يعني فهمتيني الدراري كتهوت الصيد يعني كيوقع داك التصادم يعني دائما كتبقى المساله كيقول لك لا ما تهبطش دابا وكذا بلاتي يعني هو بحال اللي هو كيقيدك يعني حتى الراحه النفسيه ديالك يعني ما كتجبرهاش، مثلا كتكون مثلا بروغرامي انك تهود لواحد البلاصه ولا واحد المصيد هنا حتى كتفاجئ بانه كيقول لك لا هذا المصيد لا بغيتي تمشي للسلام، فهمتيني؟ هذا اللي كيفرض عليك واحد الاتجاه اللي هو هذه راه مملكه يعني فهمتي مملكه مغربيه وحنا مواطنين مغاربه، فهمتيني؟ وما فهمتيني ما والعدد ديالكم كبير يعني العدد اكثر من 1000 واحد دابا يعني ما تشوفش هادشي اللي كاين هنا أسرة الاسره ما تشوفش هادشي هذا كامل يعني اللي هنا، راه كاين الناس اللي ما جاتش، كاين الناس اللي عندها الاشغال، كاين الناس اللي انا نص العام عندي اكثر من 27 سنه وانا كنجي نصطاد هنا باليونش ماشي واحد يكون باقي كنصطاد البيلوط كنصطاد على كريم ساكن الصاد عاد تعطينا سبيدي سبيدي عندهم الوقت ديالهم محدود، عندك من شهر 9 حتى شهر 5 عاد كنبداو نصطاد دابا حتى كنشوفوا المعدات الصيد كاملين الحمد لله كل واحد شحال دابا الناس دابا اللي كترد على هذه المنطقه هذه غالبا ما عندهم مشغوله مع الدوق المدرسي فهمتي مع وليداتها اللي ما جاوش كاملين، اما هي تقريبا 1000 واحد كيجيو كيجيو من الناس نشهدوا لكم يعني بحسن التنظيم وتبارك الله كلشي بالخلاق مفهومات الطبيعه ومحبي الوطن. الحمد لله حنا كنغيروا على البلاد ديالنا الحمد لله حنا مواطنين كيتسمى الحمد لله سالمين كيجيو يصطادوا ما عندناش شي حاجه كيتسمى اللي باش ينوضوا شي فوضى ولا تكون شي سالمين ما خصنا صداع ما عندنا نصيدوا وكيطلع كل واحد المشاكل كنتعرضوا لها بزاف، اي منطقه الصيد كنتعرضوا لها بزاف، كتهود الصاد كيقول لك ممنوع هنا، تقول له علاش ديني شي يقول لك انا المسؤولين كيضغطوا عليا كيقول لك الناس اللي ما تصطادش، وحنا علاش كنجيو ندوزوا الاوقات ديالنا كنمشيو بحال الناس. ما عرفتش الصراحه الله يحمينا كصيادين وكهوايات الصيد ضروري تكون مأطر، ضروري تكون مأطر حيت هي كتعكس الهويه ديالنا كمغاربه للعالم كامل، بحال ما جي المونديال غيعكس الصوره ديالنا قدام الناس كاملين، حتى الصياده بيدها كتعكس الخيرات اللي كاينين في البلاد وكتعكس الهويه المغربيه للعالم كامل. وشكرا. بالنسبه لنا حنا يعني كصحافه وككونفدراليه الديمقراطيه للشغل اش بغيت تقول للمناضلين اذا كاين اللي ناشدوا المسؤولين صيفطوا مناشده للمسؤولين، اش بغيت تقول للمناضلين خاصه؟ بغيت نقول ان حنا ما كنطلبوش شي حاجه من غير الحق الطبيعي ديالنا كمواطنين مغاربه اللي هو ان حنا نستافدوا من التراث الوطني ونستافدوا من المحيط المغربي ديالنا، وهذه الخلاصه يعني كنساندوا الصحافه انها دورها معنا، كنشكروا الصحافه اللي وقفت معنا طبعا وخصنا حل.